خۆشەویستان ئێستا سەردانی خستەخانەی بەشی قەسەڕەمان کرد لە بەغدایە لەگەڕەکی وەزیریەی مستشفى الدولي الأهلي لبغدادك تاوكو ببينين بشي قصركي كشركة فيليبسيناتي بزانين أو تقنياتو أو اشتنويتيا دباني با عملي ببينين بشكو إن شاء الله بطانين به نمهرباني إيرا بشي كنترولا دكتور هي بالعاده غرفه القسطره او صاله القسطره بصوره عامه تكون من 3 غرف اللي هي الكنترول روم والاكزام روم والتكنيكال روم. هذا الكنترول روم، هذا الاكزام روم، التكنيكال روم اللي باليو بي اس بالبوردات بالجهاز القسطره بالمشغلات مالته كلهن. نحن عاده ما نحط التكنيكال روم بظهر التيوب حتى تصير سهوله نقل الوايرات. وبعد الترتيب مالتكم باللي يعجبكم. الاكزام روم دكتوره الشاشات اللي بيه يعني حسب بعد كل كونفجريشن ما صار من القسطره لها شاشات مختلفه. نقدر احنا هذول كلهن نختصرهم بشاشه واحده يسموها فليكس سبوت. ونقدر احنا حسب نوزعها شاشه اللي هي اكوزيشن اللي يسموها اللايف وشاشه ريفيو اللي حتى نستعيد الكيسات او نراجعها او نشوف غير كيسات نطبع نستنسخ باللي يعجبنا. حيدر توفيق مدير تجاري لشركه فيليبس البهجه كلا شركه فيليبس في العراق. هذا دكتور الجهاز هو كان أول جهاز يتنصب في العراق، ما متنصب في كردستان ولا جهاز من هذا النوع. يمتاز هذا الجهاز انه من النوع السقفي السيلينج، تمام. هذا له فائده، السيلينج انه يكون مور فلكسبل بالكاردياك كيسز وبالبرفرال وبالالكتروفيزيولوجي. دائما اكو من يكون اكو نوع ثاني اللي هو احنا نصيح له فلور ماونتد، يعني هذا السي ام يكون متصل بالارض، يكون ببعض الريستركشن بالموفمنت، يعني الموفمنت مالته ما تكون سريعه، لكن من يكون الجهاز سيلينج ممكن حركه يا علي، حركه يمين ليسار، تمام. اوكي الجهاز او جهازات اسال كردستان نيه او لبو بششي قسطره بكارديته، تمام. مميزاته كاني او لسريرا الرب الذكري نقله خواليرا، اوكي موديلتشي ابديتا جديده او جهازي استاك امال بغدادنا لمستشفى الدولي اهلي او جهازه هي دانشي هيا وديتمان ان شاء الله جهازشي لو شوي ك دينين خستخاني مهرباني او جهازيا لبو قسطره بكارده لبو تنفشكاني ضل بپشتواني خوي گورا او شوي جهازيا تاكو استا لكردستان نيه چك او بيدرن سيلينج، يعني اواني بهمو لا كان لبو دكتوري كار اساني دكاتن وفي اواني كهيا سيلينج نيه، يعني وكبري هلواس ثابت للسريره وبهم ديتكتور سايز فيري امبورتنت. ديتكتور سايز هذا يعني ريل ايمج او ريل فيلد اوف فيو 31 سنتيم في 41 سنتيم، واللي هو ممكن يكفر كل الابدومين، يكفر تشيست، ممكن يكفر الكاردياك ويكفر البرفرال. اكو نوع يكون اصغر لكن يكون كاردياك ديديكيتد، لكن هذا يشتغلون بالكاردياك يشتغلون بالبرفرال. فهي واحده من مميزات الجهاز. التيوب اللي ويا الجهاز اللي هو كور للجهاز التيوب، كل الارقام الفيزيائيه والهندسيه هي الاعلى موجوده بالعالم، ماكو جهاز تيوب اعلى من هذا. هيت ستورج، هيت كاباسيتي، مواصفات التيوب يعني عموما هي فيليبس تيوب مالته كلش قوي، فهذا ممكن يخلي يعني لونج لايف، يعني واحد يشتغل به فتره كلش طويله. التيوب هو يغطي كل الفحوصات، يعني كاردياك، انترفنشن راديولوجي، انترفنشن نيورو، فيها طبيب يشتغل هنا نيورو، في طبيب يشتغل بيرفرال فاسكولار، في طبيب يشتغل كاردياك. فيعني يكفر كل خلينا نقول الريكوايرمنت اللي محتاجوها بالكات لاب. هسه الكات لاب مو فقط كاردياك، كان قبل فقط كاردياك، هسه اكثر العمليات هي ديابيتك فوت، انترفنشن راديولوجي، نيورو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ويتر نمونه معنا بيني من كيزور عشان موديل كيزور ميا وسوسر بالكوتوا ان شاء الله همتي همومان حول كبار جدين كبتوانين لا عنده وكينيزيك ده ان شاء الله مهربانيش جهازك بكرين بتواني باش قسطره يكونوا ان شاء الله. بقاي قبل